ثم مزيد على ذلك بدعة في أول الدعاء، بدعة في آخره. بعد هذه الشحنة يعني التي قد تطول عند البعض لأنه محتاج يعني يحس إنه مفتقر في بيها يعني أقوى. وقلنا اللي يرفع الدعاء ويقويه هو الصلاة على النبي مع الثناء على الله، وليس هذه البدع. هذه بالعكس تبعد الدعاء المستجاب، لأن الله يكره البدع، تشريعات العقلانية. فيختم دعاءه بعدما ينتهي أيضا بالمسح، لكن هنا ليس على يديه، هنا على وجهه. قال ابن عبد السلام: لا يفعل ذلك إلا جاهل. ورد أحاديث لكن ضعيفة منكرة، فقد جاء عن النبي عدة أحاديث. في بدر رفع يديه ودعا، عند الصفا، عند الجمرة الأولى والثانية رفع يديه، في عرفة رفع يديه. فلما تجيب مجمهور هذه الأحاديث الصحيحة فخالفها ذاك الرجل الضعيف أو شيء الضعف فقال بالمسح على الوجه أو الاثنين أو الثلاث، وش يسمى الحديث حينئذ؟ منكر. فذلك قال: لا يفعل ذلك إلا جاهل. والبدع تشقق. هم بدأوا أذكر قديما بمسح الوجه، بعدين لا، جزء العلوم انتهى بعد العين، ثم ما يشبه الوضوء، مسح الأذنين، وأظن الرقبة، ثم ينزل الجسم. شوف كيف تشقق البدع شيء فشيء، ثم يتفنن فيها، يبدأ من الأعلى ليش للأسفل، وكل ذلك محدث. النبي قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وخرج. كل بدعة ضلالة تضر في النار. البدع من الصغار والكبائر. طيب فيها صغير؟ ما في البدع شيء صغير، صغارها يؤول لكبارها، وأصلا هي مادتها خبيثة، لأنك تشرع مع الله وإن كنت تدعي أن هذه بدعة صغيرة. يعني تقول اترك الشخص العجمي ذا، ترى بدعة صغيرة ذي، تكحيل عينين، هو يعني ما قام يرقص ويعطيها حز قوي مثل الصوفية وهذيك، نعم، لكن هذا خفيف. لا، ما في بدعة شيء صغير، ما في بدعة، لأن مادتها خبيثة.